بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اذكروا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا صباح الفل عليكم. يوم جديد كده ان شاء الله من عند الكتاكيت البيضة بتاعتنا. فيديو النهارده هيبقى فيديو مهم جدا، حباكي تسمعي لي النهاية. بدأت تظهر عندي حالة كده، حابة اوريكي ازاي هتعامل معاها في فيديو النهارده، فتابعيني. بس قبل ما نخش بقى على تفاصيل الفيديو، لو انت اول مرة بتشوفي القناة عندي اتمنى طبعا تشتركوا، واتمنى كمان حطوا لنا لايك على الفيديو لو عجبكم، علشان ان شاء الله باذن الله نستمر والقناه تفضل مستمريه. فانزلي يا قلب اختك كده، حطي لي اللايك وسيبي لي تعليق حلو. فلازم يكون في تفاعل حبايبي على الفيديوهات، علشان ان شاء الله نعرف نكمل برضو في القناه. فادونا كده طاقات ايجابيه وحطي اللايك على الفيديو. بصوا بقى مبدئيا كده، الفراخ عندنا اهيت النهارده العمر الكام؟ النهارده العمر التاسع. فالعمر التاسع بدأت تظهر زي ما قلت لكم حالة عندي، وهبدأ هوريكم دلوقتي انا هتعامل معاها ازاي. بس قبل ما اقول لكم انا هعمل ايه، هاخدكم معايا كده على السطح عشان برضو اوريكم زغلولة. كنت انا كده قايله لحضراتكم ان هي طلعت اول بيضه، وديت كده كانت تالت مره اديها فرصه، لان اول مره ما كانتش يعني البيض طلع ما فيهوش كسر ولا حاجه. تاني مره طلعت بيضه والبيضه التانيه كانت بايظه، دي كده تالت مره. فطبعا هي كانت طلعت اول بيضه، فاستنيت كده قلت ايه، لازم استنى يوم ولا يومين عبال ما البيضه التانيه تبدا تطلع. فجيت النهارده كده اهوت بدات كده ابص عليها، لقيتها طلعت البيضه التانيه. بس هي بقى واخده البيضه حطاها تحتيها، يعني هي مفكره ان لسه البيضه اهيت. بصوا هوريكم دلوقتي، يعني انا لقيتها واخده البيضه دي برضو بتزقها تحتيها كده. فهوريكم دلوقتي الزغاليل بتاعتها، بسم الله ما شاء الله زي الفل. هبدا بقى هاخد البيضه دي اهي، دي اللي طلعتها. هي طلعتها امبارح يعني، بس انا الصراحه ما صورتهاش امبارح. بصوا اهيت. ببص برضو على الزغاليل، لازم تبصي على الزغاليل تشوفي واكلين ولا مش واكلين. هي مأكلاهم الحمد لله اهو. في الوقت ده بقى ممكن هنضف بقى العشه ونضف الطاجن ومفيش مشكله خالص. ان شاء الله باذن الله هنضف لهم المكان برضو، لان احنا في موجة الحر دي لازم ننضف كل حاجه، وكل حاجه تكون مظبوطه عندهم. فحبيت بس اوريكم، وان شاء الله كانت واحده حبيبتي بتقول لي اعملي فيديو، هعمل لكم فيديو بالتفصيل ان شاء الله برضو عن الحمام كده. هديكم برضو نبذه من تجربتي في تربيه الحمام، فان شاء الله باذن الله هعمل لكم فيديو لوحده. بصوا بقى، هبدا بقى هعمل ايه. احنا طبعا زي ما قلت لكم امبارح كده الجو كان حر جدا. فانا عملت ايه، انت يا تحطي خل في الميه يبدا ان هو يخفض معاكي درجه الحراره، او تعملي ليمون، او ان انت تعملي نعناع ليهم كده. او ان انت بقى تدي حبايه ريفو، ده اللي انا هديها النهارده، اللي هي الحبوب الريفو دي لازم تكون موجوده عندك. او تعملي كركديه، تمام، او عرقسوس يعني. فانت شوفي اللي متوفر عندك ايه وابداي ادي على طول. بس انا علشان الحاله اللي ظهرت عندي دي محتاجه كده ابره، ومحتاجه كمان اهوت قطنه. زي ما قلت لكم الحاله اللي ظهرت عندي دي هدي على طول خافض حراره، سواء بقى ريفو سواء خافض حراره اطفال، اللي موجوده عندك ابداي على طول ادي خافض حراره كده. هبدا كده هكسر الحبايه، وهبدا ان انا ايه، هحطها على رتل الميه يبداوا ان هم يشربوا منها اهو. تمام، وهحطها ايه، فيها ميه كده، وهركنها على جنب هتبوش يعني، لحد ما تبوش. محتاجين بس اليومين دول كده ناخدوا بالنا من درجات الحرارة، لأن درجات الحرارة زي ما انتم شايفين الجو حر جامد الأيام دي. فخدي بالك على كل حاجة، ما تكتميش على الفراخ، ما تقوليش الجو بيبرد بالليل، الكلام ده كله. اهتمي بس بالتهوية على قد ما تقدري. وطبعا لو عندك العدد كتير، فيتامين سي وموسع شعب زي ما احنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات، ده برضو أساسي معاكي. وعايزه اكد عليكم حبايبي، الميه بتتغير كل ربع ساعه كل نص ساعه، المهم غيري الميه باستمرار عند الفراخ البيضه، واهتمي بكل حاجه ان شاء الله باذن الله، فتره وهتعدي. بصوا تعالوا بس هوريكم انا هعمل ايه الاول. انا لازم اعقم الابره دي كده اهو. كده بتبداي ان انت تعقميها على النار اهوت زي ما انتم شايفين. ببدا اعمل لها عمليه كوي للابره علشان اعقم الابره. لازم يكون دبوس بقى رفيع عندك، او ابره كده، تمام، او مشرط بقى يكون برضو ايه. يعني تبداي ان انت هقولك هتعملي ايه بالتفصيل. بس المهم ان انت كده خلاص انا عقمت الابره كده. هبدا دلوقتي هوريكم برضو الايه، حاله الكتكوت دي. وهبدا كده هنشوف هنعمل ايه. شايفين البقليله دي او الكيس الميه ده كده اهو زي ما انتم شايفين. هقول لكم سببه ايه، وهقول لكم هنعالج بقى ازاي لو ظهر عندك الحاله دي. شايفين بس برضو اسفة على المنظر، انا بوريكم برضو ان السبلة بتاعته زي الفل ما فيهاش مشكلة خالص.
بصوا يا حبايبي، ده كده سافلو انا كنت قايله لكم عنه قبل كده، ده هاتيه من الصيدليه البشريه، حلو جدا. ده بقى ارخص معقم ممكن تجيبيه يكون موجود عندك. سافلو ده للجروح، للتنظيف، للتعقيم، لاي حاجه. فهرجع بس اقولك سافلو ده للجروح، للتعقيم، للتنظيف، تسيقي الارض، تعملي بيها كل حاجه. فحلو جدا. فبدات كده جهزت معايا اهوت شويه كده والقطنه برضو. هبدا بقى هعمل ايه؟ هبدا كده هجيب هلبس جوانتي كده بس في ايدي الاول. وهبدا كده ان انا زي ما انت شايفه كده اهو. همسك الكتكوت بقى وهبدا افضي كيس الميه ده. فطبعا لازم اتابع كل حاجه بالنسبه للكتاكيت. هبدا كده بس هتحكم في الكتكوت كويس، امسكه كويس كده. وهبدأ كده همسك الإبرة وهبدأ بقى إن أنا أفضي كيس المية ده. تمام، أنا فضيت كده كيس المية أهو. فبصوا على قد ما أقدر ما عورتش الكتكوت ولا حاجة، يا دوبك بالإبرة بس. فعشان كده ما حبيتش أعملها بمشرط ولا حاجة. يعني فضيتها كده بالراحة، واحدة واحدة. واتكيت كده عليها، طلعت المية كلها. وطبعا هتبدأي بقى ان انت تعقمي مكان الإبرة برضو كده. وخلاص على كده. طيب البقليلة دي بقى أو كيس المَيّة ده سببه إيه؟ ممكن تكون حرارة في جسم الفرخ فنطرها برّه كده. وطبعًا ده ممكن يكون برضه إن الجو حَر. فعملت إيه على طول، بدأت شِلت الفرشة من تحتيهم. على الرغم إن الفرشة كانت نضيفة وكانت زي الفل. فزي ما قُلت لكم دي كده ممكن تكون حرارة في جسم الكتكوت عندي. فبدأت كده أهوّة، طبعًا هاتابع وهاشوف. أنا كنت امبارح جيت بالليل عملت إيه، شِلت بقى الفرشة كلّها ورفعت اللمبة اللي هي عندهم دي على طول، وبدأت أفتح شوية بشوية. وكنت أنا فارشة بقى فرش التحضير بتاع العمر الصغير. لقيتهم عاملين عليه سبلة والسبلة كده لازقة فيه، شلته على طول. ما خلاص يعني هو كده ملوش لازمة. لأن طبعا ممكن ينقروا في الأرض ويبدأوا إن هما ياكلوا مثلا من السبلة والكلام ده. وكمان لو وقفوا على السبلة بتاعتهم كتير كده هتبدأ تظهر عندي مشاكل. فبدأت على طول شلت كده فرش التحضير ووسعت المكان كله اهو، فتحته. انا كنت فرشة الفرشة اهوت. تمام، وشلتها بقى لأن لقيتها مش نظيفة. ومسحت طبعا الدنيا عندهم وظبطت كل حاجة. فلازم تظبطي الدنيا. وطبعا لو انت شغاله بقى فوق سطح ودرجات الحراره عاليه والكلام ده كله، تابعي برضو كده وبصي واطلعي كده وشوفوا الوضع ايه. فده كان فيديو النهارده، اتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم واستفدتوا منه بحاجه بسيطه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش كده تحطوا لنا اللايك على الفيديو. وكمان سيبوا لنا تعليق حلو. اشوفكم ان شاء الله في فيديو بكره على خير، مع السلامه.